جميعنا لديه أغنية معينة راسخة في عقولنا ولا نستطيع إخراجها منه. إنها تسمى دودة الأذن، وهي مثال واحد للقوة الخارقة للموسيقى. ما يثير الاهتمام بالنسبة للموسيقى هو المقدار الذي تنشطه في الدماغ دون القشرة السمعية، وهو الجزء المختص بمعالجة الصوت. الموسيقى تنشط أجزاء من الدماغ تختص بالحركة، الانتباه، التخطيط والذاكرة. فمثلا النطق بالكلمات يأتي من الفص الصدغي الأيسر، وضعها في نغمات يأتي من الفص الجداري الأيمن، ووضع كل ذلك في إيقاع يأتي من المخيخ. هناك العديد من الشبكات العصبية المتعلقة بمعالجة الموسيقى، بحيث تفعل ما يعرف بتأثير مكبر الصوت، فهي لم تعد مجرد موسيقى بل استجابة عاطفية. وأوضحت دراسة أن الأطفال الذين يدرسون الموسيقى لا يتحسنون في استخدام أداة موسيقية فقط، بل إن أدمغتهم تتعامل مع اللغات بشكل أفضل. دراسة حديثة أخرى أجريت على مرضى على وشك دخول عملية جراحية استمع فيها بعضهم للموسيقى، وأعطي الآخرون دواء مضادا للتوتر، وكانت النتيجة أن المرضى الذين استمعوا للموسيقى عانوا بشكل أقل من التوتر. وللموسيقى تأثير أكبر، فباستطاعتها توحيد أدمغتنا وجموع الناس أيضا. فنحن على استعداد لدفع أنفسنا نحو جمع يتكون من 20,000 شخص، وكذلك إثارة كل جانب من أدمغتنا من أجل الموسيقى. الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الموسوعي إحياء علوم الدين ينقل عن بعضهم يقول: من لم يحركه الربيع وأزهاره العود المعزف الشهيرة وأوتاره فهو فاسد المزاج ما له من علاج. فهو فاسد المزاج ما له، مزاجه فاسد. ماذا نفعل معه؟ ماذا نفعل له إذا كان لا يتأثر بالفنون، لا يتذوق الجمال؟ وهذا جمال، هذا من زينة الله التي أخرج لعباده لا إله إلا. وصف الإمام الشافعي نفسه رحمة الله تعالى عليه لمن لا يتمتع بهذه الأشياء ولا يستجيب لها بأنه معدوم الحس، لا حس عنده، ما عنده إحساس الإنسان لذلك إخواني وأخواتي، الطفل الصغير ابن 3 أشهر، ابن 4 أشهر، الرضيع في مهده، إذا يسمع لحنا موقعا يطرب له، وربما يحرك رجليه ويحرك يديه. شكسبير في إحدى مسرحياته يحرك البطل صاحبه يقول له: احذر من فلان. قال: لماذا؟ قال: رجل خطير، هذا خطير. قال: لماذا هو خطير؟ قال: لأنه لا يتذوق الجمال، ليس عنده حاسة فنية، إنسان خطير. هذا الذي لا يتذوق الجمال سهل جدا أن يكره، سهل جدا أن يضر، سهل جدا أن يؤذي، سهل جدا أن يجرم يا إخواني. أما الذي تكون لديه الحاسة الجمالية راقية، من الصعب أن يكون فنانا حقيقيا وأن يكون مجرما وأن يكون شخصا بغيضا ويبغض الخلق ويتوسل بالأسباب لكي يضر بهم. من الصعب جدا، الفنان الحقيقي من الصعب جدا أن يفعل هذا. نيجوا المزيكا اللي كانت بتسمعها، حللها دي كمان. انت تعرف خواجة عبد القادر اللي كنت عايزين تهد مقاومة ده، ربنا دخل قلبه عن طريق السمع. كيف؟ ودنه اللي كانت بتعشق المزيكا عشقت الذكر قبل حتى ما تفهمه. نور ربنا دخل قلبه عن طريق السمع، مش زيك من غير ودن. أنا؟ ايوه انت يا اخي. اقرا الامام الغزالي، اقرا الرسالة القشيرية، اقرا سيدي عبد الوهاب الشعراني وابقى ناقشني. الدين منابه كتير يا ولدي، فتح مخك المقفل ده، فتحه. لو أتينا نحن نغني بغير موسيقى لا يكون هذا ذاك الأثر. هذه صح. لمن يكون تأثرنا نحن بنغمة الآلة هذه وتستشيش العاطفة فينا من أحمق أعماقها. قالت لي لا أدري، قلت لها أنا أحدث والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه النغمة هي معنى في الظاهر، معنى غير مفصل، معنى غير مقدد، معنى مستدهر، بخلاف ما لو نحن نطقنا فحاولنا أن نحدد حدود المعنى. لكن في الحقيقة نحن لا نعطي المعنى حدودا، نحن نقولبه، نحن نختزله، نشوهه، نقيده، شوهناه واختزلناه، عملنا له ريدكشن، يعني اختزال مباشرة وتشويه.
اللغة بما هي دائما تحديد للمعنى بمعنى إيه؟ اختزال مباشرة وابتسار وتشويه. لذلك إيه المعنى حين يكون في شكل نغمة يكون حرا طليقا يؤثر فينا من الأعماق. ليست هذه النظرية يعني نظرية جوهرها عال. طب كيف نتأثر نحن بنغمة لم نفهمها، لم تترجم إلى كلام مفهوم؟ كيف نتأثر بهذا المعنى غير المترجم غير المحدد؟ بمعنى هذا هو معناها، هذا المعنى مغروس فينا أصلا موجود، والأخطر على مخاطبته وتحريكه فينا مش الكلام مش البيان، لا النغم هو هذا النغم تردد. عجيب بكت زوجتي، قلت لها هذا معنى غريب جدا وجميل، فتعرفين لماذا؟ وهنا بكت عبثرية مسكينة، هي إنسان ما شاء الله. قلت لها من تلك اللحظة التي خاطبنا فيها المولى عز وجل ألست بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على قلت لها أنت وأنا وهو وهي وكل واحد كل إنسان هنا سمع الله تبارك وتعالى. بس معناها نحن ومن هنا عشقنا للموسيقى، عشقنا للنغم، وشعورنا بالحنين العجيب، خاصة كما قلت الحزين، النغم الحزين، المعنى الحزين، لأننا سبحان نحن إلى ذلك العهد، إلى تلك اللحظة المتألهة النورانية الصمدانية التي سمعنا فيها صوت المولى. وفضل الله أعمل معك شنو؟ لا يهم فضل الله. بنصلي سوا يا مولانا وبعد ذاك بنشرب العرديب أنا والخواية وبنسمع مزيكا. مزيكا؟ هي المزيكا حرام يا شيخنا؟ المزيكا دي جميل حلو. استنى أنا بزعل الشيخ. لا مزيكا ما حرام. دو ري مي فا صول. الموسيقى شيء جميل عبد القادر، اسمع مزيكا زي ما انت عارف. شفت فضل الله؟ انت همار فضل الله. وانت بتسمع المزيكا خلي قلبك شغال. شغال كيف زي؟ تغمض عينيك وتقول الله الله دوري دوري الله الله دوري دوري. تعودت أن أقول لأحبابي وإخواني يا إخواني احرصوا على أن تكسبوا أولادكم الحس الجمالي. قالوا لي تربويا مدخل تربوي. قلت لهم لأن الشخص الذي يتوفر على هذا الحس وعلى هذا الذوق الجمالي من الصعب جدا على خلفية دينية إسلامية أن يقارب المعصية. قالوا كيف؟ قلت لهم لأن المعاصي قباح، المعاصي مقابح. طبعا والقتل والسرقة والكذب كلها مقابح. فمن نمت فيه الذائقة الجمالية ما أقول لك بطبعه يصير يعف عن المعاصي، مش يقاومها، لا يشتهيها أصلا، يستقدرها. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو بيساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري.